السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، أهلًا بيكم في فيديو جديد. النهارده الجمعة بقى ما ننساش نصلّي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا بقى ندخل على الفيديو، بس قبل ما ندخل على الفيديو كده ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناة. طبعًا أول الفيديو كده كان معايا فينو كنت باحطه في شفشق الخلاط، بس لقيته كتير. نشف أوي والشفشق سكينة الشفشق بتاعة الخلاط مش هتطحنه، فرجعت شيلته وحطيته في الكبة وبدأت أطحنه كده في الكبة كله لمّا عملت منه بقسماط أو فيجيتار، وملّحته. تبّلته ملح وفلفل وكمون. بس ما حطيتش ملح أبيض طبعًا، أنا حطيت ملح مبهّر أو الدقة. تعالوا بقى هنا عملت بصل للحمة، عملنا البشاميل. وكمان حطيت مكرونة تتسلق. هنعمل النهارده بقى مكرونة بشاميل وجلاش باللحمة وكمان جلاش بالجبنة. وكمان ده الجلاش بتاعي أنا مجهزاه. هنا بقى قعدنا نعمل الجلاش، حطينا بقى الحاجة جنبنا في الأرض كده وقعدنا. كنت طحنت البقسماط وكانت اللحمة اتعصجت، والبشاميل كمان كان جاهز والمكرونة كانت اتسلقت واتصفت وجاهزة انها تتحط في الصينية. هنا هبدأ بقى صينية معايا كبيرة وهدهنها زبدة كويس من تحت، وهبدأ أرص فيها الجلاش كل ورقتين كده ما بينهم رشة زبدة. دي أنا هوريكوا الجلاش اللي بالجبنة هنعمله ازاي. طبعًا بتتني بقى الجلاش على حسب حجم الصينية اللي عندِك، وبتضبّطيه زي ما أنتِ عايزة، ودي الجبنة اللي معايا، ده ميكس جبن شيدر وموتزاريلا ورومي، ومعاهم كمان جبنة براميلي، أو في نوع جبنة كده اسمه جبنة مزبّدة بيبقى طعمها حلو أوي، حادقة شوية فبتضبط الطعم، لإن طبعًا الرومي والشيدر مش حادقة. أنا الصينية بتاعتي كانت كبيرة، عملت لفة ونُص من الجلاش، حطيت نُصّهم تحت ونُصّهم فوق. طبعًا ممكن نحط نُص كمية الجلاش تحت. هنا كنا بنشوف هنعمل الصينية الكبيرة دي لحمة والّا جبنة، وبعدين عملناها جبنة. طبعًا الجلاش ممكن تحطي نُص اللفة تحت الأول، أو نُص الكمية اللي هتعمليها، وبعد كده الحشوة في النُص، عليهم رشة زبدة، والحشوة، وبعدين النُص التاني ونحط الزبدة من على الوش. وممكن نعملها ما بين كل ورقة ورقة، أو كل ورقتين أو 3 زي ما تحبي. هنا إحنا كنا بنحط كل ورقتين. إحنا كنا لسه برضه عند ماما، فكنا كلنا بقى هناك وكل واحد بيعمل حاجة كده، فالحمد لله خلّصنا الغدا فأنجزناه. خلّصنا بقى الجلاش وقُمت أنا أتبِّل البانيه. عندي كيلو بانيه وكنت غاسلاه كويس جدًا ونقعاه في ليمون وملح، مَيّة وليمون وملح، وبعد كده صفّيته، وبعد كده جِبت بقى في الخلاط بصلاية وطماطماية وواحدة فلفل أخضر، وحطيت بقى البهارات اللي أنتِ عايزاها وملح، وضربت كل ده في الخلاط ونزلت بيه على البانيه، هاقلِّب بقى كويس كده أشرّب البانيه من التتبيلة وهاركنه على جنب دلوقتي. إحنا كمان كنا عملنا صينية الجلاش اللي باللحمة، وعملنا صينية المكرونة، كده كانت كل حاجة جاهزة بقى، كان فاضل البانيه، وكان لسه قدامنا وقت على الغدا، فحطينا بقى كل حاجة لحد ما يقرّب ميعاد الغدا ونبدأ نجهّز. الجلاش اللي باللحمة نفس طريقة الجلاش اللي بالجبنة، بس بدل الجبنة هنحط اللحمة. هنا بقى كنا بنعمل التشريبة بتاعة الجلاش، كانوا معايا كوبايتين لبن لإن أنا معايا صينيتين، عليهم بيضة كبيرة، ومعلقة صغيرة baking powder، وبنضرب بقى الكلام ده كله مع بعضه كده، بنخلطهم مع بعض وبعد كده نبدأ نشرب بيه الجلاش.
يبقى كده قلنا 2 كوبايتين لبن، لكل صينية ليها كوباية من اللبن. آه، فلفل اسمر عشان طبعا البيض. قلنا كوبايتين لبن وبيضة وعليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر، ملح وفلفل وكمون. احنا حطينا رشة فلفل ورشة كمون ورشة صغيرة كده من الدقة او الملح المبهر اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده. هضربهم بقى بالمضرب كده. هو بصراحة مش انا اللي كنت بعمله. احنا لما بنبقى عند ماما كده لازم يعني كل واحد بيعمل حاجة وايدينا في ايد بعض، بنخلص وبننجز بسرعة. هنضرب بقى وبعد كده هنشرب الجلاش. طبعا بعد اللي عملناه ده كله، المطبخ كان لا يسر عدو ولا يسر حبيب. خلصنا وخرجوا بقى كلهم، وانا وقفت في المطبخ غسلت المواعين، وهوريكم شكل المطبخ في الاخر. هنا بقى هنشرب الجلاش. هنحط نص الكمية على صينية والنص للصينية التانية. هنسيب بقى الصواني بتاعت الجلاش ديت جنبنا كده 10 دقايق لحد ما تتشرب اللبن والتشريبة بتاعتها، وبعد كده هندخلها الفرن. بنحاول بقى كده نخلي الجلاش كله يشرب من اللبن والبيض. بنقلب الصينية كده. هنا بقى كنا خلاص هنولع على الفرن وندخل الصواني. ادي الجلاش وادي البانيه. وطبعا عملنا فيجيتار في البيت من الفينو، بواقي الفينو. طبعا الفينو ده من السندوتشات، من العشاء او من الفطار. وادي صينيه المكرونه كمان كانت جاهزت، هنديها رشه كده من الجبنه. ده ميكس جبن زي ما قلت لكم. بصوا بقى المطبخ. غسلنا بقى المواعين وصبنا البوتاجاز وصبنا الرخام. وما كانش فاضل بقى حاجه كده، كانت الصواني في الفرن. ما كانش فاضل غير البانيه، والبانيه بس اللي هيتقلي. اللبانه بس مكان اللبن كان لسه لازق فيها لبن، فحطيت فيها ميه وسبتها شويه كده عشان اعرف اغسلها. كمان كنت شلت السجاده اللي في الارض ومسحت الارض وفرشتها تاني. ودي طبعا كوبايه لسه محطوطه لي حالا. هنبدا بقى نقلي البانيه. هجيب صينيه احط فيها الفيجيتار. طبعا الفيجيتار ده احنا عملناه من البقسماط بقى، بواقي بقسماط او بواقي فينو. هنطحنها ننشفها كويس، ممكن نحمصها في الميكرويف او الفرن. وبعدين نضربها، نطحنها في المطحنة بتاعة الخلاط أو في الكبة. وببدأ أملحه. ببهره، ما بزودش الملح، يعني أنا ما بحطش ملح أبيض عليه، بحط فلفل كمون. ممكن معلقة صغيرة قوي أو نص معلقة من السبع بهارات على حسب الكمية. ورشة كده من الدقة أو الملح المبهر اللي احنا عاملينه. وطبعا بحتفظ فيه عندي في علبة من علب التخزين بتاعة المطبخ. أو ممكن في علبة ونحطها في التلاجة، أو ممكن في ظرفة المطبخ عادي. هبدأ بقى اتبل البانيه. انا باخد البانيه من التتبيله احطه في البيض في البقسماط. ما بحطش بيض خالص. زي ما انتوا شايفين كده. هخلص بقى كل كميه البانيه اللي عندي وابدا اتك عليها كويس علشان اعمل لها كفر كده، والفيجيتار او البقسماط يمسك فيها. طبعا مش هتفك مني في الزيت ولا حاجه. كنت ولعت على الزيت كمان جنبي عشان ابدا اقلي على ما اعمل كميه من البانيه. يكون الزيت سخن.
هنا بقى كنت بقى خلاص قليت البانيه، او كان لسه في جزء بيتقلي، وكانت الصواني كمان طلعت من الفرن. هما كانوا واقفين ورايا بيغرفوا. بصوا بقى الجلاش اللي بالجبنه مورق ازاي، والجبنه سايحه. بصوا، عامل زي الفطير بالظبط، وكان طعمه تحفه، طعم الجبنه فيه كان حلو قوي. هنا بقى كنا غرفنا الاكل كله وخرجنا بقى، حطيناه على الارض كده وخلاص هنقعد ناكل. بصوا كده، دي جلاش وادي المكرونات وادي البانيه. طبعا الولاد ما كانوش صابرين، فكانوا قاعدين حواليا حوالين الاكل عامه. وبالهنا والشفا بقى. باي باي.